يا صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين على احلى ناس في الدنيا. عاملين ايه يا رب؟ كلكم تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال يا رب، اللهم امين. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات يا رب، اللهم امين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. النهارده بقى فيديو تشجيعي، روتين حلو جدا جدا. زمان كنت اما اجي اعمل معاكم روتين اقول لكم روتين على الرايق، لا المره دي روتين مش على الرايق خالص. المره دي روتين فحت ردم بحت، كل حاجه تتخيلوها، كل المصطلحات اللي تقولوها قولوها. انا هنا همسك الاوضه، بصوا يعني حته حته هنضفها تنظيف عميق جدا. هنطلع شيلة الشمس. عايزه اقول لكم الجو كان برد صقيع، برد بصوا يعني مش قادره اقول لكم. بس كان في شمس كده، بما ان البيت اللي قدامنا تهد فكان في شمس، كانت الشمس ما بتجيلناش باستمرار يعني. وكمان عايز اقول لكم والله العظيم، انا بصوا يعني في وقت زي ده انا يا دوب اعمل لقمتي واقعد اتغطى واشغل الدفايه قدام التلفزيون. لكن يعني خلاص ما عادش وقت اساسا. يعني انا كنت عامله الروتين ده يوم الحد، فخلاص رمضان على الابواب يوم السبت ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين مره تانية. فخلاص انا قلت خلاص كده ما عادش وقت. وكمان عايزين نعمل الزينة، فالوقت أزف. وكمان عايزين نعمل زينة بره في الشارع. المفروض احنا اللي بنبقى متوليين زينة الشارع، لان مفيش حد في الشارع ولد غير ابني، فكله بنات. فهو البنات بيمشوا يلموا الفلوس من الناس، وابني اللي يروح يشتري الحاجات ويعملها كمساعدة لأهل الشارع يعني. بيني وبينكم انا قلت له بلاش، يعني بلاش دوشة ويعني ومنحية والكلام ده. وخصوصا ان البيت اللي قدامنا اتهد، فاحنا مش هنعرف نعمل قدامنا زواق. فهو قال لي ماشي يا ماما. ورجعوا تاني البنات ايه، زنوا علينا كده وقالوا ايه لا احنا عايزين نعمل زينة ومش عارف ايه ورمضان ومش رمضان، وقعدوا ينحوا فيا. فطبعا انا ما قدرتش على البنات، قلت لهم مين اللي هيمشي يلم الفلوس؟ قالوا احنا. المهم احنا دفعنا وجيراننا دفعوا وراحوا جابوا الزينة. وفي اليوم ده برضو واحنا بننظف الزينة بعد ما خلصنا تنظيف، هو راح دروس وبعد الدروس راح جاب ايه، اشترى الزينة. وانا بسجل لكم الصوت دلوقتي عمالين يربطوها تحت بالليل، يظبطوها يعني. طبعا هي تاخد منهم وقت، ربنا يعينهم يعني. وانا هنا قلت ايه، الأوضة دي اللي احنا قاعدين اكلين شاربين نايمين فيها. فبصراحة يعني انا عندي شهر رمضان ده اللي هو الحتة تكون يعني بيرفكت زي ما بيقولوا، نظيفة تماما، ريحتها حلوة متعقمة. اللي هو اصحى من النوم اكون غاسلة مواعيني على بيات، اصحى من النوم يا دوب اعمل الفطار والحلو والعصاير واشغل البخور واقعد اقرا قران قبل المغرب بشويه. هو ده عندي رمضان. رمضان عندي مش بتاع شغل خالص، هو اخر الفطار، وبعد الفطار اغسل مواعين واجري على التراويح. يعني هو اليوم اصلا عندي في رمضان يتعدى على الصوابع: فطار، آم، تراويح، غسيل مواعين وانام. بس هو كده. والسحور بقى لما نبقى نصحى، فاهمين قصدي؟ فقلت لازم يعني انا بالنسبه لي التنظيفات العميقه العميقه المفروض تبقى قبل رمضان. العيد ده يعني بيبقى الواحد بقى يعني ليله العيد بقى الواحد بينظف، انتوا فاهمين قصدي؟ لان العيد بقى خلاص ايام فطار، انت كده كده ممكن تنضفي في اي وقت. وفي نفس الوقت هو العيد فرحه وكل حاجه، بس بتبقى تنظيفات بقى ايه من على الوش كده يعني، يا دوب غسيل ستاير، كده يعني حاجات بسيطة. هنا بقى انا كنت عايزة اشيل الستارة، والله العيال صوتوا. والمفارش اللي انا شلتها من على البوفيه ومن على الترابيزة كمان كانوا نضاف مغسولين قريب خالص. بس انا قلت ايه يلا يعني زي ما لمينا ده نلم ده وخلاص ونغسله مع بعض. انا هنا الاوضه مساحتها كبيره بامانه، بس الانتريه حجمه كبير، وفي نفس الوقت الخشب بتاعه مش كويس، انتوا فاهمين؟ فاللي هو انت عايزه تحركيه بحساسيه كده شويه، انتوا فاهمين قصدي؟ فيعني نصيحه مني ليكم، اي عروسه اي عريس بيسمعني ما تجيبش عزالك بتاع جاهز من دمياط او من اي مكان. هات الخشب عمولة، اعمله على ايدك انضف، وبصوا يعيش العمر وعمر العمر كمان وما يبهدلكش. يعني انا الانتريه ده مجدداه من 10 سنين، انا متجوزة بقالي 18 سنة، جددته بعد 8 سنين جواز. ليه؟ لانه هو اصلا تنجيده كان جاي من دمياط زفت. بصوا
كان كله عفش والله العظيم. احنا اصلا يعني لما لقيناه فسه كده او هبط زي ما، مش عارفه انتوا هتفهموني ولا لا، جينا نفك التنجيد عشان ننجده من جديد وكده، لقيناه عفش كله عفش. حسبي الله يعني، لا اله الا الله. مش عايزه احاسبن على حد ولا ده على حد، الله يسهل لهم ويسامحهم يعني. ما فيش حاجه بتنفع والله العظيم، اقسم بالله ما في حاجه بتنفع. اي صنايعي ما بيراعيش ربنا في اكل عيشه او في الصنعه اللي بيعملها، وحياة ربنا، ربنا ما بيباركلوش ابدا. فنجدته من 10 سنين، كنت حامل في ميار صغننة، هي عندها الوقت 10 سنين، يعني داخل في 11 سنة اهو. فكمان رجعنا تاني، لما كنا بنجدده جابنا نجار وعملوا خشب تاني، يعني اللي هو ايه، جمده يعني، عمل له وصلات وحاجات كده يجمده، ونجدناه من اول وجديد خالص. يعني انتوا فاهمين قصدي. فالحمد لله يعني. وبرضه بقالنا 10 سنين اهو محتاجين شوية كده يعني، فترة وجيزة، ونعمل ان شاء الله، ربنا ما يجيبش حاجة وحشة، نعمل حاجة حلوة كده في الأوضة بدل الأنتريه ده. ربنا بس ايه يسهلها وييسرها كده ان شاء الله. بس هنستنى شوية كده يعني. استنى شوية ليه؟ اقول لكم انا دلوقتي يعني، قدام شوية بنوتة هتكبر، هتخش، ربنا ييسر لها الثانوي العام. ابني الكبير ربنا يبارك له يخش الجامعة. انتوا فاهمين قصدي، البنوتة الصغيرة تبقى في الاعدادي. ففي المرحلة دي انا هبتدي اعمل حاجة حلوة في الأوضة وجميلة وشكلها شيك وحافظ عليها، وهعمل لها كسوة. كسوة كسوة في البداية كده، خبط لزق من الأول كده، هعمل كسوة. لأن أنا لما جددت الأنتريه وعملت الركنة اللي في الصالة اللي أنا هوريها لكم الفيديو الجاي إن شاء الله، ما عملتش الكسوة على طول، ودي كانت أكبر غلطة. ف يعني اتبهدلوا مني جامد بأمانة. اللي هو انا قلت لا، ده انا احافظ عليهم وانا بنضف اول باول والكلام ده، بس لا والله. يعني هو انتوا تشوفوه نضيف، هو نضيف، بس مش نضيف النظافة اللي هي، فاهمين قصدي، اللي هو زي ما يكون كان متنجد جديد كده. هو والله نضيفة، وانا مش عاملة فلتر ولا عاملة اي حاجة، بس لا، ببقى عايزة الحاجة يعني ايه، بتلمع كده زي ما بيقول. طبعا انا هنا بغير في الديكور بتاع الأوضة. الكراسي، الشلت زي ما قلت لكم طلعتها الشمس. بس مكان الشلت كانت بنوتي قبل كده وانا كنت في المنصورة كانت منضفاهم بصراحة، فهما كده كده نضاف يعني. بس انا قلت ايه، اما اعمل بالفوطة كده خبطة كده، بحيث ان لو في ترابة ناعمة او اي حاجة تطلع. وطبعا بعد ما استعنا بالاستاذ محمد في البداية، كان وراه دروس فتوكل على الله، وانا كملت في الاخر كده زي ما شفتوا. عايزة بقى أسألكوا بأمانة ربنا، يعني بأمانة محتاجة بجد تعليقاتكم، تقولولي الديكور كده حلو، ولا الأول كان أحلى، ولا إيه بالظبط، ولا أعمل إيه بالظبط يعني. والله العظيم مش بقول كلام، أنا بحب التغيير، بس مش عارفة يعني. حاسة ان كده هو حلو، بس مش عارفة برضو. المهم عشان ما انساش، اكتبولي برضو في التعليقات كده احلى ولا كان النظام الاول احلى. انا بمسح الارضيه بميه سخنه بتغلي من السخان، عليها كلوريكس الوان وعليها معطر دوني مركز. مفيش بعد كده كلام بقى. بصي مهما تقولي ومهما تعيدي، مفيش بعد كده كلام. عايزه اقولكوا السجاده اللي انا كنت شايلاها كانت تقيله جدا يا جماعه. هي تقريبا 3 متر في 4 متر، وتقيله تقيله قوي. دي بتاعت الفرح طبعا. فكانوا زمان بيجيبوا السجاد بتاع العرايس، مش بيجيبوه قطع كده على قد الحتة، على قد المساحة اللي قدام الانتريه او الركنة، لا بيجيبوا يخش هنا ويخش هنا، بيجيبوا السجادة من الجدار للجدار. هقول لكم على حاجة، هي بأمانة حلوة في الشتاء بتدفي، بتبقى مغطية البلاط وحلوة، لكن في الصيف لا طبعا، انا كده كده ما بفرشهاش في الصيف. بس هي لما تيجي تشيليها بقى وتنفضيها ولا تغسليها ولا تشيليها وهي مغسولة، لا متعبة، متعبة جدا. ما حبيتش خالص السجاد الكبير ده. اي نعم هو بيبقى قيم وغالي وتقيل ونوع نضيف، بس لا يعني متعب بامانه. انا هنا طبعا كنت بشيل كل مكان كده بحيث ان الانتريه حجمه كبير، فكنت بشيل الكرسي مثلا اكنس تحته وامسح تحته
الكنبة اكنس تحتها وامسح تحتها وارجع تاني، بحيث ان انا اوسع الدنيا لنفسي. وما شاء الله الاوضه بقت زي الفل. نظفت الشبابيك زي ما شفتوا، وكنست ومسحت كده بالميه السخنه والكلوريكس والداوني. عايزه اقول لكم وانا بشطب كده الريحه كانت تحفه يا جماعه، ريحه جميله جميله بامانه. لو انت وصلت معايا لحد هنا متنسيش تحط لايك للفيديو لو عجبك. ولو اول مره تزوريني طبعا على راسي وشرفتيني ونورتيني، واتمنى اكون عند حسن ظنك. تقدري تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده بامر الله. طبعا انا في اليوم ده اللي انا بسجل لكم فيه دلوقتي برضو عملت الصاله ونضفت الركنه، شلتها وشلت الكسوه وغسلتها كل حاجه برضو. مشغله المروحه لو سامعين صوتها عشان تنشف لي الارضيه بتاع الصاله. وهنزل برضو اجيب الحافظه واحطها في الصاله. هنا بقى قماشة نظيفة وعملتها بكلوريكس وداوني برضو مية سخنة. وهمسح بقى الانتريه كله، خشب الانتريه كله، بالترابيزة بالرخامة بالبوفيه وبكل حاجة برضو، عشان لو في تراب ينضف، لو مغبر يلمع من تنفيذ الشباك او كده. ما تنسوش الحاجات الصغيرة دي ان شاء الله برضو. طيب دلوقتي الفيديو تقريبا خلاص، انا شطبته على كده علشان ما اطولش عليكم طبعا. وان شاء الله الفيديو الجاي هنفرش بقى ونعلق الزينة ونشوف الأوضة يبقى شكلها عامل ازاي ان شاء الله. اتمنى